السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم درت لكم التتمه ديال الفيديو اللي حطيت لكم اليوم بالنهار، واضطريت ندير نحط الفيديو كامل، ولكن نزرب شي شويه باش تعرفوا الفيديو كيفاش بدا، وفي الاخير في التوجد كيفاش وجد دوك الخبيزات. اللي ما شافش الفيديو الاخر ما غاديش يعرف التتمه ديال هذا الفيديو. اضطريت نجرب الفيديو في الاول، نوريكم الشكل الاخير في الفيديو في الاخر. في الفيديو اللي قبل كنت قلت لكم التوابل اللي تبلت به الدجاج، ودرت الفلفله والبصله والخيزو وديك اللي غنعمر بهم الخبيزات. المهم ما تديرش على الفيديو كيجرب شويه، كلشي كيجري ما تديرش على الفيديو. المهم باش يقدر يتمونطا ليا الفيديو، باش يجي في الدقيق اقل. هو طويل ولكن في الدقيق يجي اقل. كما كتشوفوا هذا الشيء كله شاركت معكم في الفيديو اللي قبل. قلت نجمع كلشي باش تشوفوا الفيديو في الاول وفي الاخير. هنا عجبكم الفيديو لأول مرة كتشاهدوا ما تنسوش تشتركوا القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنسوش ديروا تشتركوا قناتي زوينة ولا مملة. المهم اللي عجبو الفيديو ما ينساش خلي تعليق وبصمة، وشكرا. خليكم معنا فيديو. هاد الشيء كل اللي ما كتشوفوا معنا في الفيديو هادشي كله شرحته لكم في الفيديو اللي قبل. التوابل وكيفاش تبدلت هاد الحشوة. المهم شاركت معكم الفيديو واخا كيجرب شي شويه. المهم داكشي واضح وباين التوجد وشنو درت في الحشوه. دجاج وشويه الكفته وفلفله. اللي عندكم موجود عندكم في الثلاجه تقدروا ديروه غير خضره او غير حمراء او بجوج. انا درتهم الصفراء شويه والحمراء والخضراء وخيزو محكوك. كيف ما كتشوفوا معنا هادشي كله شاركت معكم في الفيديو اللي قبل. وقلت لا تمونطا ليا الفيديو غادي نخلي الفيديو هكا كامل واخا بالسرب. المهم داكشي كلشي واضح كنتمنى يعجبكم الفيديو. وهاد المسنات اللي عمرتهم جاو زوينين ومقرمشين. هاد الفيديو راه كنت درتهم البارح، واليوم ما بغاوش يتمونطا ليا الفيديو داك النهار. كنت باغا نحطو لكم داك النهار، ما بغاش يتمونطا. عييت معاه بدلت لابليكاسيون وروينه وصافي ما بغاش يتمونطا. صافي اضطريت نمسح ديك لابليكاسيون خا. المهم هذيك هي اللي مزيانه اللي كنمونطي بها. درت واحده اخرى هذه بعدا تمونطا ليا بعدا الاول. درت واخا كيتزرب الفيديو تمونطا ليا بعدا الفيديو الاخر. وهذا كنتمنى بعدا يتمونطا ليا الفيديو كامل باش نحطو وتشوفوا كيف في الاول وفي الاخير. كنتمنى يعجبكم الفيديو. المهم هنا عجنت العجينه بخماره والطحين وملحه وشويه ديال سنيده سكر سنيده وصافي. وعجنت كتعجنوها شويه مرخيه ما تكونش قاصحه كما كتشوفوا صافي. وغنعجنهم بحال الشكل المسمن بحال هكاك. كتورقي العجينه صافي كتبقاي دير شويه السنيده وكتلويهم، من بعد كتعمريهم بحال شكل مسمنه صافي. كتبقاي تلويهم. درتهم على شكل هلال
في المنظر وهذا باش يجيو زوينين. قطعتهم على هذا الشكل باش كيجيو ساهلين فاش كنبغي نلوي على بحال طريقة المسمن، كيجيو ساهلين بهذه الطريقة. وغادي نكمل العجينه ديالي كامله بهذه الطريقه. تابعوا معايا الفيديو. عمرتهم على هذه الطريقه كما كتشوفوا معنا على شكل هلال. المهم طريقه بسيطه وسهله. صافي كتبداو تدوروا العجينه كتلويو باش ما كتخرجش الحشوه على برا. صافي كما كتشوفوا العجينه راه كتبان كترطى ماشي قاصحه ولا هذا، خاصها تجي على هذا الشكل باش كيجيو مقرمشين. صافي كملتهم على هذاك الشكل اللي وريتكم، بديت كنديرهم هكا بالفرشيط. صافي من بعد دهنتهم بديك الزبده والزيت اللي بقات عندي، دهنتهم من الفوق. داكشي اختياري، تقدروا تدهنوها بصفار البيضه او الصوجه، انا دهنتهم غير بديك الزيت والزبده. صافي ورشيت عليهم شويه ديال الزنجلان. تقدروا تضيفوا هذا السانوج داك الكحل او ما تضيفوا حتى شي حاجه، تيبقى اختياري تزيين. انا بغيت ندير غير الزنجلان. جاو على هذا الشكل، من بعد ما طابوا جاو على هذا الشكل، جاو رطبين ومقرمشين. كنتمنى يعجبكم الفيديو وشكرا على المشاهده. شكرا كاع الناس اللي كيدعموا قناتي، شكرا لكم بزاف، كنشكركم. ما تنسوش تفرجوا في الفيديو، ديروا مشاهده كامله. بغيت نفعل قناتي وانا في الشرط الثاني ديال الساعات. كنتمنى ديروا مشاهده كامله باش يطلعوا لي السوايع شي شويه. وشكرا على المشاهده وبسلام عليكم. كنتمنى يعجبكم وبسلام عليكم.